الدوريات الأوروبية بادئة من أول جولة بإثارة ومتعة مش عادية، مفيش حد بيسخن أبو الكباتن، كله نازل طحن من أول دقيقة. برشلونة بيعمل ريمونتادا، وريال مدريد بيكسر الملعب على دماغ ريال أوفيدو، وتشيلسي بيأكد إنه مرشح للقب رغم كلام أبو تريكة عليه. أحداث كتير حصلت في الجولة، تعال نفصصهم مع بعض ونشوف اللي حصل خلال الأسبوع. وتعالى مع بعض أبو الكباتن نروح إنجلترا ونبدأ بآخر ماتش في الجولة، ليفربول ونيوكاسل، ماتش مشحون من قبل ما يبدأ أصلا، وكله بسبب إزاك. يا ترى هيجي ليفربول ولا لا؟ اللي بيتمرد على نيوكاسل علشان عاوز ينضم لليفربول، وكمان شغال شتايم في ايكيتيكي اللي كانوا بيتفاوضوا معاه، لكنه سابهم ومضى مع ليفربول. ماتش مجنون حسمه اصغر لاعب في الفريق، نجم المستقبل، لا تقول لي بقى لامين يامال ولا فينيسيوس، جوهرة ليفربول ريو نجومها. ارن سلوت ابو الكباتن ابن المحظوظه نزل الماتش بالتشكيل المعتاد، لكنه اختار سوبوسلاي كباك يمين بدل من فريمبونج المصاب، والناحيه الثانيه ايدي هاو لعب جوردن كمهاجم بدل ايزاك المتمرد، لكنه برضه ما كملش كتير ولا باستارد بعد 48 دقيقة. في الشوط الأول نيوكاسل بشكل مفاجئ كان أفضل في كل مراحل اللعب، وضيع أكتر من فرصة، وكمان عزل صلاح عن الفريق، لكنه ما قدرش يستغل ده. وهنا جرافنبرغ قرر يعاقبهم على عدم استغلال الفرص، سدد حتة تسديدة أبو الكباتن صاروخية، وجاب حتة جول ما تشوفوش إلا في البلاي ستيشن، وتقدم بيه ليفربول. أما عن طرد جوردن فكانت نقطة تحول، الفريق ما قدرش يكمل وقرر ينزل تحت الكورة ويسيب الاستحواذ لليفربول، لكن في أول كام دقيقة ايكيتيكي يسجل الهدف الثاني. مش بقول لك أرن سلوت محظوظ، نيوكاسل بيحاول يرجع على قد ما يقدر وسجل هدف تقليص الفارق، واستمر في اللعب تحت الكوره واللعب على الترانزيشن التحولات لحد ما قدر البديل اوسلا انه يسجل هدف التعادل، والجماهير والصخب والاجواء مش ممكن، حاجه روعه. نيوكاسل ابو الكباتن اطمن على النقطه وقال لك هطلع بتعادل وكده يا باشا اتعشت، وايدي هاو بيلم ورقه وبيهني مساعديه، والناس لسه هتكتب عن عبقريه ايدي هاو وهتبدا تسلخ في سلوت وليفربول لحد ما جه الشاب الصغير ريو نجومها في اخر دقيقه ويقتل نيوكاسل بهدف قاتل ويضمن ليفربول الثلاث نقاط في واحده من اسوأ ماتشات سلوت مع ليفربول. وبينه وبينك الفريق شكله ما يطمنش، لازم سلوت يخلي باله اكتر من كده. بعد ما اتكلمنا عن ليفربول في الاول، خلينا نجيب الجوله من الاول كده بترتيب الماتشات. يوم الجمعه اللي فاتت فتحنا التلفزيون وبنسمي الله، لقينا لوكاس باكيتا واقف بيرقص عند الكورنر وبيحتفل بالهدف الاول لويست هام في مرمى تشيلسي. يا شباب في ايه، هو انتوا لحقتوا؟ لكن تشيلسي قدر يلم الدنيا سريع سريع كده، وقرر يعمل حفله على ويست هام، 5 تجوان يا ابو الكباتن زي ما الكتاب بيقول، وسيطره واستحواذ على كل شبر في ارض الملعب. ماراسكا خلى بوتر مدرب ويست هام يندم على فتحه الصدر اللي كان داخل بيها الماتش دي. لاعبي تشيلسي كلهم قدموا اداء كبير، بس اللي كان مبهر بالنسبه لي هو جو بيدرو اللي لعب كصانع العاب ورا المهاجم ديلاب، جول واسيستين وسطوه تامه في كل الالتحامات، خلوه راجل المباراه عن جداره. تشيلسي هيكون منافس صعب جدا على فكره يا ابو الكباتن في الدوري، مش بعيد يقدر يخطف البطوله كمان، ليه لا؟ اوعى تستبعد اي حاجه، ويمكن كمان سمعوا كلام ابو تريكه فهيقرروا ان هم يكونوا ابطال العالم بجد يعني. تاني يوم كنا على ميعاد مع الماتش الاهم في الجوله، توتنهام ضد مانشستر سيتي، واختبار مهم لتوماس فرانك مدرب توتنهام الجديد في اول ماتش قدام فريق من التوب 6. خطا كارثي من ترافورد حارس مانشستر سيتي الجديد، اداء زفت من خط دفاع السيتي، اصابه ايات نوري في الشوط الاول، وسوء حظ عمر مرموش. كمان توماس فرانك مدرب صايع، عرف يقفل على كل مفاتيح اللعب عند مانشستر سيتي، وما خلاش الفريق يقدر يصنع اي خطوره الا في اوقات قليله جدا، وده بصراحه كان متوقع. توماس فرانك مع برينفورد كان بيعرف كل الفرق الكبيره، ما بالك بقى في توتنهام هيعمل فيهم ايه؟ الحاجه الثانيه اللي كانت مخلياني مش مستوعب خساره السيتي هو تاريخ ماتشاتهم مع توتنهام. السيتي كويس او وحش بيعاني قصاد توتنهام، تحس انها عقده ابو الكباتن. فتخيل السيتي اللي متفوق على كل فرق انجلترا في المواجهات المباشره خسر من توتنهام 5 مرات من اخر 10 ماتشات بينهم. اما ارسنال ابو الكباتن فكان في مهمه سهله قدام ليدز وقدر يكسب 5-0. النقطه المضيئه في الماتش هي ان جوجيريس سجل هدفين وبدا ينسجم مع الفريق، وقال لهم انتوا في الجوله الاولى كنتوا بتنتقدوني، وعمل لهم شعره كده. كمان ارتيتا ادى فرصه للشاب الصغير اللي عنده 15 سنه ماكس دومان، وعمل ماتش كويس جدا، لكن المشكله اللي عكرت صفو الفريق اللي هتطول لمده شهر هيغيب فيها ساكا عن الفريق 4 ماتشات. اما عن مانشستر يونايتد ففي نفس الوقت كان بيتعادل مع فولهام 1-1 في ماتش كان متوازن، وجات اكتر من فرصه لمانشستر يونايتد انه يكسب ويخطف ال3 نقط، ابرزهم ضربه جزاء برونو اللي شاطها في السماء، لكنهم ما قدروش يستغلوا الفرص دي. مانشستر لسه قدامه كتير على ما يقدر ينافس، الفريق محتاج لاعب وسط ملعب كبير يقدر يشيل الفريق، كمان محتاج حارس مرمى وقلبي دفاع بشكل عاجل، والا الموسم هيضيع وهندخل في دوامه نمشي اموريم ونجيب مين مدرب ونفضل مين ونغير مين، ونستغرب ان الفريق بيفشل ليه. ونروح على اسبانيا، بعد اول جوله فاز فيها الريال وبرشلونه وخسر اتلتيكو من اسبانيول، قلنا سيميوني خلاص هيفوق وهينزل ياكل إليتشي، لكن اتلتيكو قدم اداء باهت جدا وتعادل 1-1. شكل كده الموسم ده هيكون الاخير لسيميوني، ملايين وصفقات ونجوم ولسه سيميوني زي ما هو، مش عارف اداره اتلتيكو هتمشيه امتى.
فهمت، لكن اللي اعرفه ان اتلتيكو مش هيقدم خطوه لقدام طول ما هم متمسكين بسيميوني. وعلى الناحيه الثانيه بقى برشلونه كان بيلاعب ليفانتي. شوط اول ليفانتي سجل هدفين وكان ممكن يوصلهم ل4 اهداف بسبب استهتار دفاع برشلونه وخصوصا كوبارسي اللي اترقص في الهدف الاول ترقيصه ما شفتش مدافع في برشلونه بيتعمل فيه كده من وقت ما دي ماريا راوغ بيقول المراوغه الشهيره في الكلاسيكو. والكلام كتير عن قرار بيع انجو مارتينيز، ازاي افضل مدافع في الفريق يمشي بالسهوله دي، لكن هانز فليك موجود. تغييرات سريعه في اول الشوط الثاني، تعديلات على الخطه وعبقريه بدري في خلال ربع ساعه كان التعادل حاضر. وعلشان تكمل الريمونتادا مدافع ليفانتي اوناي سجل هدف ذاتي علشان برشلونه توصل للنقطه رقم 6. ونختم الجوله بماتش ريال مدريد. ريال مدريد كان بيلاعب ريال اوفيدو. الميرينج بدا الماتش بمفاجاه في التشكيل وهي وجود فينيسيوس على الدكه والبدء برودريجو كجناح شمال، في رساله واضحه من الونسو ان مفيش حد اكبر من الفريق، هتلعب للفريق وتجتهد وتضغط وتدافع تبقى حبيبي، غير كده مكانك هيكون على الدكه. الفريق كله لعب بشكل كويس وظهر ده ان ما كانش فيه خطوره على مرمى ريال مدريد والاستحواذ على الكوره، لكن ابرز حاجه ظهرت في الماتش هي ثنائيه امبابي وجولر اللي شكلها كده هتبقى قنبله الموسم في ريال مدريد. صانع العاب حريف وبساطه سم ومهاجم قوي وسريع. قول لي كده يا ابو الكباتن، اخر مره ريال مدريد كان عنده بروفايل زي ده كان مين؟ ايوه انت رديت صح، اوزيل ورونالدو. امبارح امبابي سجل هدفين منهم هدف من صناعه اردا جولر، وجولر قدم اداء خرافي، حاجه كده تكيفك وتمزجك، وكمان هتتفاجئ لما هتعرف انه صنع 8 فرص سانحه للتسجيل. اما المشهد الثاني اللي ظهر هو فينيسيوس لما نزل من على الدكه. كويس انك كمدرب تحسس لاعبينك ان ما حدش ضامن مكانه، وده اللي عمله تشابي الونسو بالظبط. فينيسيوس قدم نص ساعه افضل من كل ماتشاته مع ريال مدريد الفتره الاخيره. في نص ساعه بس يا ابو الكباتن سجل هدف بشكل ممتاز، وكمان صنع هدف لكيليان امبابي بعد ما ضغط على هيثم حسن لاعب ريال اوفيدو وغلطه وقطع منه الكوره. كمان ماستانتونو الشاب الارجنتيني رغم انه ما سجلش ولا صنع لكنه قدم اداء كويس ونال اشاده المدرب. نيجي للدوري الايطالي وبدانا الجوله بماتش بطل الدوري نابولي قصاد ساسولو في ملعب ساسولو. ماتش كان متوقع انه يبقى سهل على كونتي، خصوصا ان اخر 10 ماتشات نابولي كان مكتسح ساسولو وفاز عليه 7 مرات وخسر مره واحده وتعادل مرتين. بدا الماتش زي ما كلنا كنا متوقعين، نابولي ضاغط وساسولو بيدافع، لكن الدفاع ده ابو الكباتن ما كانش ليه اي 30 لازمه، لان مكتوموناي اللي كان بيقدم مستويات خرافيه سجل بدري في الدقيقه 17 وكمل نابولي سيطره لحد ما جه دي بروين الوافد الجديد وحسم الماتش تماما بالهدف الثاني في الدقيقه 57. نابولي ابو الكباتن زي ما شرحنا في الحلقه اللي فاتت ما عملش صفقات كتير الموسم ده، لكن كنت قادر يعمل توليفه تضمن له انه ينافس على الدوري من تاني. ومين كنتي اللي بيبدع؟ لأليجري اللي بادئ بدايه زي الزفت مع ميلان واللي بيخسر بشكل سيء جدا من نادي كرومينزي 2-1، لكن اللوم مش على أليجري لوحده. ميلان فرط في رايندرز وثيو وما عوضهمش باسماء تقيله تسد مكانهم. هجوميا الفريق ملهوش اي شكل من غير لياو اللي غايب بسبب الاصابه، وفي وسط الملعب فوفانا ولوفيتسيتشيك ما جوش الماتش اصلا، والوحيد اللي كان مقدم اداء كبير هو العجوز لوكا مودريتش اللي عنده 40 سنه. مودريتش اللي مشى من ريال مدريد علشان شايف نفسه لسه يقدر يعمل حاجه وعينه على المشاركه في كاس العالم 2026. مودريتش لعب 74 دقيقه، صنع 3 فرص ولعب 6 كرات طويله صحيحه وخد اعلى تقييم من وسط لاعبي الميلان. تخيل الاسطوره لوكا مودريتش بيعمل ايه. الميلان للاسف يا ابو الكباتن شكله داخل على نفق مظلم بسبب غباء وبخل الاداره. اتلعب في نفس الجوله ماتش حماسي جدا ما بين اليوفي وبارما وظهر فيه شويه ملامح تقول ان اليوفي الموسم ده جاي علشان ينافس. تشكيله 3-4-2-1 جوناثان ديفيد المهاجم الجديد بيسجل اداء ممتاز من كونسيساو وتالق معتاد من التركي الشاب كينان يالدز اللي بيقدم مستويات جباره مع اليوفي. يوفنتوس عامل فريق محترم مع المدرب ايجور تودور، هيكون خصم صعب في الدوري الموسم ده. وما ينفعش نقفل الكلام عن الدوري الايطالي من غير ما نتكلم عن كومو ومدربه فابريجاز اللي قدر يكسر الملعب على دماغ لاتسيو ومدربه ساري. فابريجاز من اول مهمه تدريبيه ليه الموسم اللي فات قدر يخلي كومو اللي كان لسه صاعد يحتل المركز العاشر ومن غير صفقات كبيره، وشكله هيوصل لمركز اعلى الموسم الحالي. وليه لا المشاركه في البطولات الاوروبيه، اي حاجه ممكن تتوقعها ابو الكباتن في الدوري الايطالي. لكن ورغم عبقريه فابريجاز اللي شد العالم كله كان الشاب الارجنتيني نيكو باس صانع العاب الفريق فخر الصناعه المدريديه. صانع العاب زي ما قال الكتاب بالظبط، سجل الهدف الاول بشكل خرافي والهدف الثاني عمل اسيست ما يعملوش غير لاعب شوارعي بلغه الكوره كده. ريال مدريد شايف باس قطعه اساسيه في الفريق الموسم اللي جاي، علشان كده كومو رفض عرض ب 70 مليون من توتنهام. ما انا نسيت اقول لك يا ابو الكباتن ان ريال مدريد ليه 50% من عقد اللاعب لو كومو باعه، ويقدر كمان يرجعه الصيف اللي جاي مقابل 10 مليون بس. ومن ايطاليا يا ابو الكباتن نروح على فرنسا، الدوري اللي محدش بيركز معاه الا لما باريس يوصل لاقصائيات في الابطال. في بدايه الجوله باريس نزل لعب جون مشترك في منطقه جزاء انجي، ودي مش مبالغه، باريس استحوذ على الكوره بنسبه 84% وعمل حوالي 1000 تمريره مقابل 194 تمريره لانجي. يعني حرفيا انجي كانوا واخدين كابتن علاء
عبد العال قدوه ليهم، لكنهم خسروا برضه 1-0 بهدف من فابيان رويز. في نفس الوقت اللي باريس سان جيرمان كان بيكسب، نادي باريس الثاني كان بيتكسر عليه ملعب مارسيليا وبيخسر 5-2 في ماتش شهد عوده الاسطوره اوباميانج للدوري الفرنسي. اوباميانج دخل سخن كده وسجل هدفين وكسب ضربه جزاء وشاط كره في العارضه، وكان اعلى لاعب تقييم في الفريقين. اوباميانج اللي كان نزل في وقت سابق بعد قرار رحيل عن القادسيه السعودي انه مسؤولين الفريق ظلموه وانه كان يستحق يكمل، وانه بالارقام كان واحد من افضل مهاجمين الدوري. دلوقتي بيثبت ده فعلا لمسؤولين القادسيه وبيخليهم يندموا عن قرار رحيله. اما عن نادي نيس، فريق لاعبنا محمد عبد المنعم بيكسب اوكسير بسهوله. ونادي نانت الفرنسي، الفريق اللي بيلعب فيه مهاجم منتخبنا الوطني مصطفى محمد، للاسف خسر 1-0 من ستارتسبورغ، لكن لاعبنا مصطفى محمد قدم اداء ولا اروع وكان صاحب اعلى تقييم في فريقه ونال اشاده مدربه لويس كاسترو. وشكلها كده ان شاء الله موسم انفجار مصطفى في الملاعب الفرنسيه بعد رحيل المدرب العنصري كومباريه. ما كنتش بطيئه اللي كان مضطهد مصطفى محمد في الرايحه والجايه وكان حاطه على الدكه معظم الوقت. يلا بينا دلوقتي يا ابو الكباتن اخدك ونطلع على المانيا. بايرن اداها واحده، اللي خايف يروح ونزل اكتسح لايبزيج 6-0. مفيش هنا هزار. هاري كين سجل هاتريك واوليزيه سجل هدفين، ولويس دياز الصفقه الجديده اللي كلفت النادي اكتر من 75 مليون سجل هدف وصنع هدفين في بدايه ولا اروع ليه مع نادي جديد. خط هجوم ناري هيخلي بايرن ميونخ مش بس يرجع لسيطرته على الدوري الالماني، لا ده يخليه كمان يرجع ينافس على دوري الابطال من جديد. وفرانكفورت رغم انه باع اهم لاعبين عنده في الفريق، مرموش الى مانشستر سيتي وايكيتيكي الى ليفربول، الفريق لسه قادر يقدم كوره حلوه ويكسب كمان. فوز على فيرد بريمن بنتيجه 4-1 بياكد للناس كلها انه فريق كبير وبيقدر يعوض اي نجم يمشي بسهوله. اما على ليفركوزن بقى عكس فرانكفورت، ما قدرش يعوض اللعيبه اللي مشت منه، وفوق كده راح جاب تنهاج المدرب الانحس في التاريخ اللي انا مسميه تنشوكي، يعني اختيار غريب في وقت اغرب. الفريق خسر فيرتس وفريمبونج وامين عدلي وكوسونو وتشاكا وجوناثان تاه، وفشل في انه يعوضهم بلعيبه على نفس المستوى. الفريق خسر اول ماتش من هوفنهايم بعد اداء باهت جدا، وشكله هيبقى موسم صعب على الفريق بعد ما قضى موسمين في نعيم مع تشابي الونسو. ونوصل لاخر واحلى ماتش في الجوله، بروسيا دورتموند ضد سانت باولي. ماتش على الورق سهل ومحسوم لدورتموند، وبالفعل دورتموند اتقدم 3-1 لحد الدقيقه ابو الكباتن 86 رغم الفرص الكتير اللي ضيعها مهاجمين سانت باولي. لكن اللي حصل في اخر 4 دقائق غير كل حاجه. ضربه جزاء على دورتموند سجلها دانيال سيناتي علشان يقلص الفارق وتبقى النتيجه 3-2، علشان بعدها يجي زميله في الفريق إيريك سميث في الدقيقه 89 ويسجل هدف التعادل ويضيع نقطتين على دورتموند في وسط صدمه لجمهور دورتموند. وبكده يا ابو الكباتن نبقى اتكلمنا عن كل حاجه في الجوله اللي فاتت، فعاوزك تقول لي رايك ايه هو افضل ماتش في الاسبوع بالنسبه لك. وما تنساش يا ابو الكباتن تعمل لنا لايك جميل وكومنت لو عجبتك الحلقه، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.